تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم ومن خلالكم اتقدم بالتحية والتقدير لكل المصريين، واسمحوا لي ان احنا نقف دقيقة حداد على ارواح شهداء مصر. اتفضلوا. اسمحوا لي اقول لكم ان النهارده حديثي معاكم كالعاده هو دايما حديث بيتسم بالصدق والشفافيه والامانه والفهم. وانا بقول الكلام دوت لان ده امر في منتهى الاهميه في ظل اللي انا بشوفه، ومش عارف اقول لكم ايه، لكن خلونا نتكلم ان احنا محتاجين دايما نفتكر الاحداث بتاعه 30 يونيو، والاحداث دي بخلفياتها وتداعياتها. واقول للمصريين اوعوا الاستقرار والامن اللي انتوا شايفينه ينسيكم ان في تحديات مستمره، ولازم نكون فاكرين ومش هننسى ان فكره المؤامره على الاقل من اهل الشر، وانا ما بسميش حد بطبيعه الحال بشكل مش اخفاء، لكن ده سلوك انا بتعامل بيه في العموم. اهل الشر لا زالوا يعملون وسيعملون ضد مصر. المهم ان انتوا تعرفوا انا ما بكلمش ابدا النخب، ودايما اقول الكلمه ديت، انا بكلم الانسان المصري البسيط اللي موجود في الشارع، اللي عايز يفهم واللي عايز يعرف ويبقى مطمن مني شخصيا. ايه الحكايه ان اللي كان بيتعمل قبل كده وبيتخطط قبل كده وبيتنظم قبل كده فشل في 30 يونيو، فهنكمل بوسائل جديده وبطرق جديده لازم احنا نبقى منتبهين لها. انا في كل كلامي مع المصريين اقول حاجه واحده، ما يهمنيش ابدا اي تحدي ولا اي مخاطر الا انتوا. اقدر اقف قدام الدنيا كلها بيكوا، وما اقدرش اقف قدام اي حد من غيركم. انا بكلمكم الكلام ده عشان تبقى الامور واضحه، وعشان كده دايما ببقى كلامي لكل المصريين وبتبسط جدا في الكلام، عشان احنا محتاجين دايما نحافظ على الكتله ديت. كتله المصريين هو التحدي الحقيقي امام اي قوى للشر تسعى لايذاء مصر. طول ما الكيان المصري متماسك وقوي مفيش مشكله. وكل العمل اللي بيتم دلوقتي هو الهدف منه كده، الهدف منه احداث شقاق في النسيج المجتمعي للمصريين، وانا حريص جدا على النسيج ده. ولازم انتم كمان ده كل الفئات اللي موجوده قدامي هنا دلوقتي في القاعه وكل المصريين لازم نحافظ على النسيج ده. وعشان كده حتى انا ما بقولش غير قوى الشر، عشان اللي عايز يبقى من قوى الخير يبعد عن اهل الشر خلاص ويعيش في وسطينا. انا الحقيقه عمري ما كلمتكم عن نفسي،
بس انتوا محتاجين تعرفوا شويه عني، فاسمحوا لي اكلمكم عن نفسي شويه. انا بكلم كل المصريين. الناس اللي في الجيش عارفاني كويس وعارفه اخلاقياتي وعارفه انا بمشي ازاي، لكن المصريين كلهم ما يعرفوش كل حاجه عني، وده طبيعي. وما كنتش اتمنى ان انا اتكلم كده في بدايه كلامي عن النقطه دي، لكن اسمحوا لي اكلمكم عشان تعرفوا. لما تعينت وزير دفاع كان طبيعي لاي انتهازي بقى عايز يكسب ويبقى وزير الدفاع واختاروه يبقى وزير دفاع، لما يخش عليهم يقول لهم ايه؟ ده انا معاكم، ده انا منكم، بس كنت مستخبي. لا والله، انا قدمت لهم نفسي كالآتي: انا مش اخوان ومش هبقى اخوان، وانا مش سلفي مش هبقى سلفي. انا بقول الكلام دوت لاول مره بقوله لكم وبقول للمصريين. قلت انا مش اخوان ومش هبقى اخوان، ومش سلفي ومش هبقى سلفي. انا مسلم بس، انا انسان مسلم بس. طول ما الجيش المصري وشعب مصر موافق عليك، جيش مصر معك. الجيش ده جيش وطني شريف، جيش وطني شريف بيمثل كل المصريين، لا هو جيش الاخوان ولا جيش السلفيين ولا هيكون. ده جيش مصر بس. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لاجل تعرفوا اي حد في مكانه ما يعملش كده، لكن انا بثق في ربنا. كل واحد بياخد نصيبه، وما فيش قدم على قدم بتتحرك الا باذن الله. محدش هياخد نصيب حد. اذا كان عندك الثقه دي في الله مش في نفسك، ما تخافش بس ما تتهورش، ما تخافش بس ما تتهورش. بس انا بقدم له نفسي عشان يبقى عارف ان انا جاي منين والمؤسسه دي اخبارها ايه، عشان هو يبقى عارف حدود التعامل بيننا وبين بعض. ما حدش يقول ابدا لرئيس الجمهوريه في الوضع ده كده يا جماعه، ما حدش يقول كده. لكن احنا بنقول عشان انا مصري شريف، انا مصري شريف، لا اباع ولا اشترى. بعد كده قلت له خلي بالك، الشعب المصري اختارك، واحنا عشان المصريين اختاروك احنا هنحترم إرادة الناس وسنعاملك بكل إخلاص وأمانة وشرف. خلي بالكم من الكلام ده. الكلام ده يتكتب للتاريخ يا جماعة، يتكتب للتاريخ. احنا لم نتآمر على أحد، لم نعرقل أحد، لم نؤذي أحد، ما خناش حد، ما عملناش مؤامرة محبوكة للمجلس الأعلى وزي ما الناس فاكرة. لا 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 والله، لم يحدث قط إلا كل إخلاص وأمانة وشرف واحترام. طب الكلام ده بتقولوا ليه دلوقتي؟ عشان أقول لكم أنا مين، عشان تعرفوا أنتوا الراجل اللي أنتوا اخترتوه مين. من فضلكم من فضلكم، الكلام ده انا بقوله لكل الناس اللي بتسمعني، حتى بما فيه الناس اللي هي محسوبه على الطيارات دي. دي نقطه مهمه جدا لازم تعرفوها. النقطه الثانيه اللي لازم تعرفوها برضو ان احنا قلنا له وساعدناه جدا 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 بكل قوه الجيش المتاحه في الوقت ده. طب ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده لاجل خاطر بلدنا، لاجل خاطر الناس 90 مليون. بنعمل كده لاجل خاطر تاني خالص،
مش عشان حاجة تانية، مش زي ما هم بيعملوا مستعدين يأذوا البلد ويكسروها كده. الكلام ده مش موجود في أدبيات الجيش وأخلاقياته، وأنا من الجيش ده، أنا من المؤسسة دي اللي علمتنا إن إحنا نحترم الناس ونخاف عليها ونحبها ونخاف على بلدنا ونخاف على كل ذرة رمل. خلي بالكم، كل ذرة رمل. برضو محتاجين تعرفوا أكتر شوية. إحنا قدمنا له واتكلمنا ده، أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بس بتكلم بوضوح. المجلس اللي موجود اللي هو ما زال حتى الآن فريق صدقي، فريق محمود، والمجموعة اللي موجودة كلها، كنا بنروح نقدم له تقدير موقف على التحدي والإشكاليات اللي موجودة في مصر، وقد إيه مهم إن إحنا نعالجها عشان البلد لا تنهار. حد يعمل كده؟ حد يعمل كده؟ المفروض ما نعملش كده. نعرقله بقى، نسيبه يخش في الحيط؟ لا والله، ما عملناش كده ومش هنعمل كده. احنا ما بنعملش كده ببلدنا. احنا عايزين بلدنا تطلع قدام، مش هنهدها ابدا بايدينا ابدا. فكنا مرة 2 3 ادي الموقف وادي رأينا فيه ايه. بقول برضو الكلام ده تاني عشان تبقوا عارفين ان احنا قلنا له طول ما المصريين معاك الجيش ده مش هيعمل حاجة. اول ما المصريين هيخرجوا عليك، خلي بالكم اللي حاولوا بقى، او على غيرك، طول ما المصريين معاك او ساكتين خلاص الجيش ده ما يتحركش ابدا. بقول انت او غيرك. غير يعني ايه؟ بما فيهم انا؟ ايوه انا. طالما الشعب راضي الجيش ملوش دعوه. مش راضي لا، ليه دعوه بقى. الجيش ده او البلد دي ليها صاحب، صاحبها شعبها مش حد تاني، صاحبها شعبها. برضه حد تاني يقول له انت برضه تقول الكلام ده وانت قاعد في ايوه اقول الكلام ده لان انا هم بلدي مش هم نفسي. هم بلدي وامانها وسلامها واستقرارها مش نفسي. انا بقول الكلام ده لان في وسطنا ناس كتير مش كويسين، ناس كتير مش كويسين، محتاجين ان هم يتوقفوا ويشوفوا هم فين من بلدهم بجد، فين من مصلحة الوطن بجد، مش مصالح ضيقة. احنا في اصعب ظروف بتقابل الوطن في تاريخه المعاصر، وبنسمع كلام كتير لغاية يوم لغاية يوم 3/7 لغاية يوم 3/7 واحنا بنبذل جهد في ان ايجاد مخرج للازمة دي بدون تحرك. ولو كان ده حصل ممكن كان يكون على حساب الجيش او قياداته على الاقل، لكن ما كانش هيبقى على حساب الوطن ولا على حساب شعب مصر. لكن ما امكنش. اللي تم تقديمه في بيان 3/7 لهم، انا اتصور ان هم لن يستطيعوا الحصول عليه تاني ابدا ابدا. اللي كان متقدم لهم هي عبارة عن اعادة دورة جديدة للعملية السياسية بينا كلنا. مش كنتوا موجودين؟ مش كده؟ عملية بنقول لكم تعالوا نبدأ من جديد ونسيب الشعب هو اللي يختار ويبقى خرجنا من الأزمة ديت. ادي الحكاية. ما حصلش. ولغاية امتى؟ لغاية ظهر يوم 3/7 عصر يوم 3/7 مفيش. فكان لابد يبقى فيه تحرك طبقا للي احنا قلناه.
بقول الكلام ده ليه؟ لان هي الحكايه بدات من الوقت ده وما زالت مستمره حتى الان. وانتم كمصريين لازم تكونوا دايما مستدعيين، دايما منتبهين، دايما عايشين الصوره ديت. الموضوع مخلص، الموضوع مخلص، ومصر الدوله الوحيده حتى الان اللي محدش قادر، محدش قادر. بس احد اهم اسباب صلابة مصر شعب مصر، شعبها وتماسكه، شعبها ووحدته، باستثناء فئة ربنا يهدي الجميع، ثم الجيش. دي نقطة أنا حبيت أشرحها لكم، لكن خلوني أقول لكم حاجة تانية برضو من فضلكم افتكروها كويس. في ظروفنا الاقتصادية الصعبة دي كنا ممكن نفكر أفكار شريرة، أفكار شريرة، أو أفكار حتى كتير من السياسيين بيفكروا فيها والقيادات بتاعت الدول بتفكر فيها. يوم يقفز على بلد ياخد خيرها، يقفز على بلد ياخد ايه؟ خيرها. كان ممكن قوي والظروف كلها كانت سامحة وما زالت ان احنا نعتدي على دولة او نثأر بقى يعني قتلانا وشهدائنا في سيرة ال21 مصري اللي ذبح دول، خلاص بقى تهديد للامن القومي، وده ارهاب وهو بقى زال ارهاب، وداعش موجودة وكل حاجة حتى الان. لكن احنا بنقول ابدا لا يمكن نعتدي ونخش على أشقائنا هناك ونستبيح أرضهم عشان ناخد حاجة من هناك. كان ممكن ده يحصل، لكن احنا قلنا، واللي علمتني دي والدتي، قالت لي ما تطمعش في اللي في ايد الناس، حتى لو كان ده اللي في ايد الناس ده والدك، ما تطمعش، ما تبصش ليه، ودايما اطمع في اللي بيدي للناس. او تاني اللي علمتني اللي انا بقول لكم عليه ده ان ما اطمعش في حد. والدتي الله يرحمها قالت لي اوعى اوعى، انا بقول لكم كلام حقيقي، هي عند ربنا هو اللي هيجازي. قالت لي اوعى تبص للي في ايد الناس ولا تاخده ابدا، اللي عطى الناس يعطيك، واللي بيرزق الناس يرزقك. هذه الحكايه. واحنا انا بديت البدايه ديت بس عشان احنا لو بنبيع ارضنا لحد، بس خلي بالكم، وكمان ما بناخدش ارض حد. مهم قوي الحكايه ديت، انت ما بتديش ارضك لحد، احنا ما بنديش ارضنا لحد، وكمان احنا ما بناخدش حق حد، ما بناخدش حق حد. وده امر لازم احنا كلنا نتوقف قدامه. انا المواضيع لسه هتكلم فيها بتفاصيل اكتر، لكن حبيت بس يعني احط اطار كلنا نبقى شايفينه مع بعض، ان احنا بنتعامل بيه ازاي مع كل قضايانا. يعني انا قلت في سياق الكلام كده وانا بتكلم ان الهدف من اللي بيحصل كله خلال كل الفترة اللي فاتت وحتى الان هو ضرب الإرادة، ضرب الإرادة، إرادة الشعب المصري، إحباط الشعب المصري، تماسك الشعب المصري، وصولا لحاجة في منتهى الأهمية إن انتوا تخلوا بالكم منها، الانتحار القومي. مش مصدقين حاجة خالص، مش بنصدق حاجة خالص، بنتشكك في كل حاجة، ما عندناش امل في بكره، لا نثق في بعضنا البعض،
دي الحالة اللي اتشكلت. انا عايز اقول لكم مش في ال5 سنين اللي فاتوا، لا، دي حالة اتشكلت على مدى سنين طويلة فاتت. لكن جوانا ناس دايما، ارجو ان ما حدش يزعل، يقول لك صلاتي احسن من صلاتك، صيامي احسن من صيامك، عملي احسن من عملك. هو بيقولهاش كده بيقدم نفسه على ان هو صاحب الدين، ولما قدم نفسه بكده دخل في وجدان المصريين حاجة دايما هو متشكك، دايما هو مش مصدق. ثم هو كمان عايز يقولك ان كل عملك باطل، في زراعة، في صناعة، في استثمار. انا مش ضد حد، انا مش ضد حد خالص، بس انا بقول لكم وجهة نظر انا شفتها. ليه في وجدان المصريين حالة التشكك وحالة عدم الثقة اكتر من بلاد كتير؟ احنا اكتر ناس ما بنصدقش بعضنا. فانتوا حتى مش بس اللي موجودين، وكل المصريين لازم يتوقفوا قدام الموضوع دوت، وعلماء الاجتماع وعلماء الدين لازم يبصوا يشوفوا الحكاية دي نحلها ازاي نبني ثقة بيننا وبين بعضنا. لكن على كل حال لازم تكونوا فاهمين، انتوا شايفيني دلوقتي عشان انا بتكلم، لكن لو انا بتكلم من وراء ادوات التواصل انتوا مش شايفيني وما تعرفوش مين انا ولا تبع اي جهاز او ايه. اقول تاني، وانا بتكلم قدامكم كده مصريين شايفيني، فهو ده اللي نعرفه. لكن لما انا بتكلم من وراء وسائل الاتصال المختلفة انتوا مش شايفيني وما تعرفونيش وما تعرفوش انا تبع ايه وبهدف من اللي انا بقوله ده ايه. الموضوع ده انا اتكلمت معاكم فيه يا مصريين كتير، وقلت لكم في حاجة اسمها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس كمان. خلي بالكم انتوا مع الوقت ومع الاحداث بتنسوا ان ده قائم وموجود وبيشتغل، وفي كتاب الكترونية وفي قصة كبيرة جدا بتتعمل عشان تحول. انا هقول لكم على حاجة بلا مبالغة، حجم العمل اللي تم بإنجازه خلال السنتين دول انا ما بقولش والله العظيم ما يتعمل في 20 سنة، وانا عارفه، اصل انا عارفه كويس. ده معناه ان زمايلي الوزراء مش عارفينه؟ كل واحد عارف حاجته، لكن انا عارف حاجتهم كلهم في كل قطاع. طب ليه الناس مش حاسه بده؟ عشان الشغل اللي بيتعمل، الشغل اللي بيتعمل، الشغل ده اللي هو الشغل المضاد، العمل السلبي اللي دايما بيضيع عليك فرحتك، هو ده الحكايه. واحنا كمصريين بنتفاعل مع الموضوع، احنا بشر برضه. وانتوا فاكرين ان انا رد الفعل بتاع المصريين انا مش سعيد بيه؟ لا، انا سعيد بيه. غيرتكم على بلدكم وخوفكم عليها امر يسعدني ويسعد اي وطني حقيقي، بس الغيرة دي انا محتاج ان انا اصوبها. اقول لكم نغير ازاي، نغير امتى، عشان بس تبقى الامور ماشيه في سياقها. فاللي انا عايز اقوله تاني، اللي بيحاول، انا بقول الفقره وبحاول اشرحها، فكره ان انا دايما اشككك. ده في ناس بتطلع الميكروباصات وبتطلع الاتوبيسات تكلم الناس وتقول لهم الحكايه كذا كذا كذا. الكلام ده كل المصريين اللي في الشارع عارفينه. الهدف ايه؟ الهدف ايه؟ الكتله دي تفك. لما تفك يسهل كل شيء، يسهل كل شيء. طيب انا بقول شراسة الهجمة تعكس النجاح. شراسة الهجمة تعكس ايه؟
النجاح. احنا بنعمل عليكم حساب اقتصادي ونغلي لكم الدولار ونعمل عليكم كل اشكاليات الدنيا، وانتم ما فيش فايده فيكم برضه يا مصريين، متحديين وواقفين خير يعني. انا بقول لكم كده، شراسه الهجمه والهجمات هي هتزيد، اوعوا تفتكروا مش هتقل. بس انا النقطه اللي انا بقى عايز ننتبه لها، ان احنا ساعات من غير ما نقصد بنسيء لنفسنا. احنا من غير ما نقصد بنسيء لمصر. وانا برضو هقول ازاي ده حصل خلال الفترة اللي فاتت. لكن انا بقول شراسة الهجمة، قوة الهجمة، كل ما انتم بتنجحوا الله ما تفتكروا احنا كنا فين. مش احنا كان الاول الوضع الامني عامل ازاي، وحجم العنف اخباره ايه، والتعدي على المنشآت الحيوية بتاعت الدولة اخبارها ايه. الكلام ده مش كان موجود. ما شفتوش الناس اللي هي بتفك عبوات، العبوة بتنفجر وبتموت وتستشهد. ما هو ده كل دي مراحل احنا عديناها، وانتم ماشيين في بفضل الله سبحانه وتعالى من نجاح لنجاح. فيبدو ان احنا محتاجين ان دايما نتوقف ونقول يا ترى اللي احنا ماشيين فيه نجاح وتقدم ولا حاجة تانية؟ لا، نجاح وتقدم. يبقى بدل في نجاح نزود الضغوط ونزود الهجمة ونستغل أدوات وأساليب جديدة عشان تحقق الهدف من ده. أنا عايز أقول لكم على حاجة. أنا شايف إن عشان بس تبقى برضه الأمور واضحة، أنا شايف إن وعينا كمصريين بيزيد عن يوم، بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، ودي بتعمل مناعة وحصانة، ولازم نتحمل تكلفة هذه المناعة وهذه الحصانة. اللي بيحصل ده على مدى ال5 سنين، مش بس السنتين ونص اللي فاتوا، أنا أتصور إن هو كان ليه تأثير كبير جدا على وعي الناس وفهمها لكتير من الأمور، لدرجة إنها ما بقتش محتاجة مننا توعية أو تصويب أو تصحيح لأي حاجة بشكل كبير. بس ده ثمن احنا بندفعه في تجربتنا المصرية. أنا دايما أقول إن احنا لينا تجربة مصرية. الحالة المصرية اللي احنا فيها دي تجربة، بناء مؤسسات الدولة دي تجربة، الممارسة السياسية تجربة، الممارسة الإعلامية تجربة، واحنا بنحرص على ان هي التجربة دي تسير بشكل او بآخر في وضعها الطبيعي، ونتحمل تكلفة التجربة ديت. أنا بقول إن التجربة ديت لها خصوصية مصر بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وبقول إن التجربة ديت هنحافظ عليها لأنها هي دي اللي هتعمل مستقبل مصر. بس احنا كل الحكاية إن احنا قاعدين بنطل على نافذة يوم أو شهر أو سنة، لكن هي في الآخر هتبقى نافذة مصر. حاولوا ضربنا ما نجحوش، حاولوا حصارنا ما نجحوش، حاولوا عزلنا ما نجحوش. أرجو إن انتوا تنتبهوا كويس قوي لده، لأن مفيش حاجة بتتعمل لوحدها كده. يعني الدنيا مش ماشية كده، لا. لما قعدت مع المفكرين والمثقفين من كام يوم، قلت لهم يا ترى هل احنا في احسن حالاتنا في مصر؟
فقالوا لا، وده صحيح، لان لو احنا في احسن حالاتنا ما كانتش قامت ثوره. الثوره بتقوم عشان تغير وتصلح، فاحنا مش في احسن حالاتنا، وبالتالي ما دام احنا مش في احسن حالاتنا ده معناه انه عندنا كتير مش التحديات، اشكاليات موجوده في مؤسساتنا، في كل مؤسساتنا، وبالتالي عمليه برضه اصلاحها ولا تقوم بالدور اللي احنا بنتمناه هياخد وقت. انا بتكلم على كل مؤسسات الدوله، كل مؤسسات الدوله محتاجه وقت عشان تقدر تحقق اللي انتوا الشكل المثالي اللي انتوا بتنادوا بيه. المثاليه دي في الكتب، لكن ما نقدرش كل شيء بالورقه والقلم تفكروا فيه وتطالبوا بيه الدوله. لا، مش هيحصل. ولازم نعرف كده ان احنا مش كل حاجه بنتمناها ممكن نعملها، لكن احنا ماشيين في طريق بننجح فيه كل يوم عن اليوم اللي قبله. انا باجي الجمله بقول ان في الاخر قالوا يلا بقى تعالوا نخش على رمز الدوله، مش هتكفي. ما الحكايه ايه اصلا؟ طب احنا هنستحمله وهنستحملكم ال4 سنين دول. لو قدرنا خلال 4 سنين نخلص عليك يا مصر نخلص، ما قدرناش طب على الاقل يبقى هو ما فيش امل لبكره، للسنين اللي جايه. هي الحكايه كده، الحسابات بتتحسب والعمل والشغل بيشتغل كده، مش بيشتغل على اليوم بيومه، ده تخطيط، صدقوني ده تخطيط، وادواته بره مصر وجوه مصر. ادواته بره مصر وجوه مصر، لازم تكونوا فاهمين كده. واوعوا تفتكروا ال30 سنه او ال40 سنه الدوله الحقيقيه، المؤسسات العريقه القويه القادره بتحمي بلدها، بتحمي بلدها من الشر واهله، بتحمي بلدها من الشر واهله. لكن خلي بالكم، اسمحوا لي اكلمكم يا مصريين عن ثوابت انا حريص ان هي ما تتغيرش. انتم كلفتوني بمهمه، مهمه الحفاظ على الدوله المصريه، وانا عايز اقول لكم ان احنا واحنا بنعمل المهمه دي في ثوابت بنحرص على ان احنا نحافظ عليها. بنقول الحفاظ على القيم والمبادئ في إدارة علاقتنا الخارجية والداخلية، لأن احنا بندير أمورنا داخل مصر وخارج مصر في إطار من القيم والمبادئ لا فيها انتهازية ولا فيها المعنى اللي مش جيد للسياسات ولا كده. قد يختلف معايا كتير منكم في الموضوع دوت، لكن هو ده الواقع اللي احنا ماشيين بيه. ما بنعملش مؤامرات ضد حد، ما بنتدخلش بالسلب ضد حد. خلي بالكم من الكلام ده، ما بنعملش تحالفات مع حد ضد حد، لا، علاقتنا مبنية على قيم ومبادئ، وحريصين رغم كل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي ان احنا نحافظ عليها. افتكر كان حد سأل مسؤول مصري قال له انا عايز اعرف انتوا مش كده السياسات بتاعتكم مبنيه على اساس ايه؟ قال له على قيم ومبادئ، على قيم ومبادئ. طيب مش هينفع نتكلم معاكم بقى. النقطة الثانية اللي أنا بتكلم فيها في الثوابت دي الحفاظ على اعتدال وتوازن
القرار المصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان. يعني سياستنا بمنتهى البساطة كده لكل المصريين سياسة ما فيش فيها غير الاعتدال والتوازن في قراراتنا، ودايما بنحاول ان احنا نعمل شكل من اشكال التوافق مع داخل مصر وخارج مصر، بس مش على حساب مصر ولا على حساب المبادئ اللي انا بكلمكم عليها دي. لا لا. طب حاضر. المبادئ اللي احنا بنتكلم فيها كمان من فضلكم ان احنا بنقول عدم التفريط في حقوقنا او في ذره من حقوقنا، لكن كمان عدم المساس بحقوق الاخرين. ده ثوابت احنا حريصين عليها. من ضمن الثوابت اللي احنا ماشيين بيها برضو من فضلكم احنا هو الصبر على ايذاء الاخرين لنا، الصبر على ايذاء الاخرين لنا واعطائهم الفرصه لمراجعه مواقفهم. اقول تاني، الصبر على ايذاء الاخرين لنا واعطائهم الفرصه لمراجعه مواقفهم. ده اللي احنا بنعمله وده اللي احنا بنتعامل مع الناس كلها. وبالمناسبه انا ما شفتش في الثوابت دي غير مكاسب كتير جدا جدا، سواء في علاقاتنا الخارجيه او على مستوى الداخل. حقيقي في الخارج كل الناس احترمتنا وخدت وقت يمكن عشان تصدقنا، لكن مجرد ما شافت ده هي بقت مستعديه تتعامل في اطار الارضيه ديت. قابلوا ده وبيتعاملوا معانا بيه، وانتم شايفين. وهتكلم في النقطه دي برضو في ضمن الكلام اللي هقوله. يعني اللي انا قلته في المقدمه ديت هي تقديري محاوله دايما الخلاصه تمس الحقيقه وتزييف الواقع. ده اللي انتوا يا مصريين محتاجين دايما تنتبهوا ليه. طمس الحقيقه وتزييف الواقع هو ده اللي بيتم، واحنا محتاجين ننتبه جدا للنقطه ديت ووعينا يزيد فيها يوم عن يوم. يعني باختصار افقاد الثقه في كل شيء جيد، افقاد الثقه في كل شيء جيد، وتعظيم النقد في كل شيء غير جيد. دي السياسه اللي ماشيه، هو ده اللي بيتعمل معانا بالظبط. اللي انا قلت في الاخر هتوصلنا ان احنا يبقى انتحار قومي بقى. احنا المصريين هنبقى خلاص تصل بينا درجه الدرجه الى ان احنا يبقى نخرج عن كل شيء. لا لا، هو هدم قدرة الدولة شعبا وحكومة وقيادة، وإفقادها معنوياتها روحها المعنوية، وتحطيم الأمل وتقديم اليأس من المستقبل والدخول في حالة ضياع وعدمية. هو ده اللي بيتعمل فينا، وده اللي ماشي بقاله تقريبا سنتين. لا انا هتكلم بعد كده على اللي تم انجازه، وهتعرفوا ان الموضوع مش كده خالص خالص. هكلمكم عن الموضوع اللي انتوا كلكم عايزين تسمعوا عنه، اللي هو موضوع تعليم الحدود البحرية مع السعودية. انا هقول لكم جملة واحدة
هقول لكم جملة واحدة، احنا ما فرطناش في حق لينا وادينا حق الناس لهم. هقول تاني جملة واحدة، مصر لم تفرط ابدا في ذرة رمل من حقوقها واعطتها للاخرين او للسعودية، ده ما حصلش. طب نتكلم بتفاصيل شوية. هتكلم بتفاصيل ان الاشكالية اللي بتقابلنا في الموضوع ده كشعب وكرأي عام، ان انتم في مسافة بين نسق الدولة، سياق الدولة، وبين السياق الفردي في تناول الموضوع. هقولها تاني وارجو انها تبقى واضحة. الاشكالية اللي موجودة عندنا ان انتم في مسافة كبيرة جدا بين تعامل الدولة مع قضاياها ومع علاقاتها وبين التعامل الفردي اللي انتم بتتكلموا بيه عن هذه القضية. ادي واحدة. نمرة 2، هذا الموضوع لم يتم تداوله قبل كده، حتى المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني هذا الموضوع ما كانتش بتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين، حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين. كانت هناك ظروف سياسية، سواء ظروف سياسية سواء وأمنية، سواء في تولي مصر مسؤولية الحفاظ على هذه الجزر من أن تسقط في ايد حد تاني، أو بعد كده وتداعيات التاريخ اللي حصل واللي حصل فيها، اللي هي تداعيات حرب 67 ثم السلام بإبرام معاهدة السلام، يتم طرح القضية ديت في الوقت ده، وتبقى موضوع لسه الحساسيات بتاعت السلام وأمور كتيرة مرتبطة بيه تصلح ان يتم طرحها ولا لا. انا طبعا عارف ان احنا قبل ما نقعد القعده ديت كان زملائي بيتكلموا معاكم فيما لكن انا هقول للمصريين حاجه. في تعليم الحدود احنا لم نخرج عن القرار الجمهوري اللي صدر من 26 سنه واللي تم ايداعه الامم المتحده. هقولها تاني للمصريين ببساطه، الكلام ده اشتغلنا فيه مش احنا، اللي قبلنا. وبقول امتى؟ سنه 90. بناء على ايه؟ بناء على مطالبات من المملكه العربيه السعوديه باهميه استعاده الجزر. وانا متصور ان احنا محتاجين دلوقتي بعد الموضوع ما خلص ان احنا خلص كاجراءات لن يترتب عن ردود الافعال دي تداعيات على العلاقات المصريه السعوديه. انا خدت الضربه في صدري، لكن لو كنت اعلنت عليكم يا مصريين الموضوع ده من 8 شهور كنا هنخش في السياق اللي احنا فيه ده على مدى 8 شهور. هقولها تاني، لو كنا اعلنا، احنا قلنا ان في اللجنه المشتركه التنسيقيه المشتركه بين مصر والسعوديه هيتم فيها تعليم الحدود البحريه بين البلدين، مش كده؟ ايوه ده الاعلان. طيب ما تعليم الحدود البحريه بين البلدين قلناها، لكن لو انا كنت قلت ساعتها اتكلموا عن الجزر واشرحوا للناس كنت هتجدوا، ما احنا اللي انا قلته في الاول من فضلكم اربطوه باللي بقوله دلوقتي. طريقتنا في تناول الموضوع والتعامل معاه بتؤذينا وتضعف موقفنا. هقول لكم تاني، يعني افتكروا كويس قوي، اوعوا تكونوا فاكرين ان تعاملكم مع مسألة سهل النهضة كان في مصلحتنا. ابدا ابدا ابدا. بس انتوا كلكم جوه مصر، جوه الحالة دي
يا مصريين مش عارفين قد ايه الايذاء اللي احنا بنتاذي بيه نتيجه التداول اللي هو بلا حدود. في اي موضوع نتكلم فيه بلا حدود وبلا ضوابط. انتوا بتأذوا نفسكم، بتأذوا بلدكم، والله والله والله. النهارده لو كان تم طرح الموضوع ده كل العالم اللي بره بيعرف ان الدولة كمؤسسات بتشتغل في اطار مؤسسي كامل. يعني الاعلام يعبر عن سياسة الدولة. يعني انتوا لو عايزين تدوا رسالة لحد تطلعوها في الاعلام، الناس فاهمة كده والدنيا كده. فلما بيقروا اللي احنا بنكتبه يبقى انتوا بتعملوا رسالة للاسيويين. لما تعملوا كده تعملوا رسالة للسعوديين، تعملوا كده تعملوا رسالة لأي حد تاني. فكان التقدير الموقف السياسي هو طرح الموضوع ده ساعتها ولا طرحه بعد ما ينتهي؟ في التقدير في الفهم، في رؤية الموضوع ده ومعالجته ازاي. انا بتكلم عن المنظور السياسي. المنظور السياسي في الموضوع هو احنا هندير ازمة مع السعودية ولا هنديها ارضها؟ مش كده ولا ايه؟ هنديها ارضها ولا هندير ازمة؟ ازمة يعني ايه؟ يعني هنخش في مشاحنات وكده زي ما كل الناس القضايا اللي بتشوفوها في العالم كله. لا احنا مش هنخش لان الهدف هو عزل الدولة المصرية واستكمال حصارها. فتبقى القضية دي لما تطرح تعمل مشكلة كبيرة لمصر مع أشقائها، ويبقى الكيان العربي. هكلمنا عن النسيج المصري، نتكلم بقى عن الكيان العربي. الكيان العربي اللي مجروح في العراق، الكيان العربي اللي مجروح في سوريا، الكيان العربي اللي مجروح في اليمن، الكيان العربي اللي مجروح في ليبيا. نكمل عليه بقى، نكمل عليه. فكان القرار لا، لجنة التنسيقية تشتغل ولجنة تعيين الحدود البحرية تشتغل. أنا معايا في الدوسيه ده مذكرة كنت طلبتها في يونيو 2014. امتى؟ يونيو 2014 مش كده؟ كان عن موضوع الجزر ديت. امتى؟ يونيو 2014. لا حد كان سألنا عليها ولا حد اتكلم فيها ولا طلب عليها خلال الفترة دي. لكن كمسؤولية المسؤول عن الدولة هنا كان لابد ان هو يبقى مجمع الموقف كويس، ما يتفاجئش بحاجة. فكان بقى الموضوع بقى واضح. فمن المنظور السياسي احنا هندير ازمة ولا هنعطي. انا بتكلم كلام المفروض ما يتقالش على الهوا والله، بس احنا بنقوله على الهوا عشان كل الناس اللي موجودة بره مصر وجوه مصر تسمعنا وتعرف قد ايه ان احنا حريصين على ان احنا نعطي الحقوق لاصحابها، وان احنا منتبهين قوي للي بيدور حوالين مننا. لا طبعا ده من المنظور السياسي. طيب المنظور الفني بقى، طوال المدة دي بالكامل لكل مؤسسات الدولة. وانا بتكلم مؤسسات الدولة يعني ايه؟ يعني وزارة الخارجية بأرشيفها السري على مدى تاريخ وزارة الخارجية. وزارة الدفاع من المنظور الأرشيف السري لوزارة الدفاع. المخابرات العامة من منظور المخابرات العامة بأرشيفها السري الذي لا يطلع عليه أحد. شوف الموضوع وردوا. هل لديكم شيء؟ لا. بعد كل اللي جالي ده والدراسات دي بتعمل كده؟ طبعا طبعا مفيش. السياق اللي موجود هو اللي بيتعبر عنه. السياق يعني ايه؟ يعني الكلام اللي موجود على الورق اللي مقدم من الأجهزة بتاعت الدولة بتؤكد كده. ده سياق فني، سياق بنتكلم على التاريخ، بنتكلم على الوثائق، ملوش علاقة بالسياسة. وانا الاقي زميل فاضل بيتكلم في التلفزيون من منظور سياسي على القضية والناس تسمع. لا، الاقي حد تاني
بيتكلم من منظور فقط قانوني، والحقيقه النسبه الغالبه منهم كانت يعني منصفه، لان القانون دايما يعني في الامور دي ما بيحتملش حاجه تانيه. انا بشرح كتير وارجو ان كلامي يصل لكل الناس. في حد برضو قال طب اسالوا كل الناس. طب والله سالت كل الناس، كل الناس، كل الناس. ليه؟ ده حق بلد، ما اقدرش اخد فيه رغم كل، شوفوا بقى كل اللي انا بقول عليه ده، بس ما كانش ينفع يتعلن. بس انا بقول لكم دلوقتي عشان انتوا تبقوا مطمنين، تبقوا مطمنين على بلدكم، وحاله القلق والتشكك اللي حصلت دي مش ما تحصلش تاني، لا تبقى دايما نفكر كويس. اقول تاني، كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم. اللجان دي لجان فنيه متخصصه، مش اي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت 11 جلسه 11 جلسه، لجان متخصصه احرص. يعني ما فيش في وزاره الخارجيه وطني كلهم ناس مش كويسين ومستعدين يبيعوا بلدهم. طيب ما فيش في المخابرات العامه وطني وكلهم عايزين يبيعوا بلدهم. طيب ما فيش في الجيش حد وطني وكلهم مستعدين يبيعوا بلدهم. انتوا حاجه صعبه قوي، صعبه بجد. دي بلدكم ودول ناسكم، لما تشككوا فيهم بالطريقه ديت فاضل ايه تاني في بلدنا؟ لما نقول النهارده ده الموضوع بقرار كده، خلي بالكم انتوا بتتكلموا على الموضوع بنسق الفرد، وانا بكلمكم ان الموضوع بيتم تناوله بنسق الدوله، بمؤسسات الدوله، باجهزه الدوله، بكل ما تعني هذه الكلمه، بكل ما تعني هذه الكلمه. طيب احنا النهارده جبنا الدكتور النهارده بس، جبنا الدكتور النهارده بس انا كذا مره في جميع الجلسات كنت معاهم يا فندم. انا بس عايز اقول لكم كل من كان له صله بالموضوع وعايش موجود في وسطينا جبناه. تعالى يا فندم قول لنا. انا بقول كل الكلام ده عشان انتوا تبقوا تطمنوا مش على الجزيرتين، تطمنوا على الراجل اللي انتوا امنتوه على بلدكم. نعم فضلك لو سمحت، اللي انتوا امنتوه على بلدكم وعلى عرضكم وعلى ارضكم امانه هنا. انا مش واخد الموضوع شخصي خالص، لكن انا بقول يا جماعه احنا عندنا فوضى في كل حاجه، واحنا مستحملين ده لاجل خاطر التجربه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده. بس انتبهوا بقى، انتوا بتؤذوا نفسكم. اللي حصل يوم التوقيع، في ناس في الوزاره قعدت شهور طويله تقاتل من اجل تحقيقه، بغض النظر انا بتكلم على المشاريع وده. يعني انتوا مش عايزين الضيف لما يجي حدث زي كده يبقى هو عايز يبقى ده الهدف او الحدث الرئيسي بالنسبه له انه يتوقع قدامه؟ مش واخدين بالكم ولا ايه؟ حد يقول لك ايه الموضوع ده كان اتعمل في وقت تاني ايه؟ هو لازم تعرفوا الناس ما هم برضه هم شعب، والحاكم بتاعه بيدور على حقوق بلاده وهو عايز يأكد انه، فلازم تكونوا فاهمين كده. فارجع تاني لموضوع الجزر.
ترسيم الحدود البحرية باختصار شديد بيخضع لمعاهدات دولية، قواعد احنا لازم نبقى ماشيين عليها واحنا بنعمل التعيين بتاعت الحدود ديت. بنجحنا في التعيين، وانا قلت تاني ان احنا عيننا الحدود بناء عن قرار جمهوري سنة 90 اتحطت فيه النقط المساحية، وتم اختار الأمم المتحدة ساعتها بيها. وبالمناسبة احنا أصرينا على عدم تغيير أي نقطة زي ما طلع قرار الجمهوري سنة 90، وبعد الأبحاث اللي تمت في الموضوع بواسطة الأجهزة المختصة واللجان، هو ده اللي هنمشي عليه. طب يتيح لنا بعد كده ايه؟ هقول لكم يتيح لنا ايه؟ طوال السنين اللي فاتت كلها لا نستطيع ان احنا نعمل توقيب عن الثروات اللي موجودة في البحار في مياهنا الاقتصادية، ما يمكنش لغاية دلوقتي. ما تقدرش تطلع ابدا طبقا للقواعد وطبقا للمعاهدات الدولية انك تطلع للمياه الاقتصادية المصرية انك تقول بالتوقيب عن البترول او اي حاجة تانية. التعيين من اقصى الجنوب، اقصى جنوب مصر، حتى اقصى الشمال والشرق، يعني كل الحدود البحرية بيننا وبين السعودية كلها، مش الحتة دي بس. ادي واحد. نمرة 2 مهمة أوي إنكم كنتوا تعرفوه، إن إحنا لما عيننا الحدود مع قبرص أتاح لنا إن إحنا نعمل تنقيب في المياه الاقتصادية بتاعتنا، فطلع غاز أو حقل ظهر ده. طب إحنا نقدر دلوقتي بيتم تعيين الحدود مع اليونان، مش كده؟ طب ليه؟ لأن أنا لا أستطيع إن أنا أخش على المياه الاقتصادية المصرية المشتركة بيني وبين اليونان إلا بعد ما أعين هذه الحدود، ببساطة كده. طب أنا هقول لكم على حاجة برضو عشان تعرفوا احنا بنتعامل ازاي. لما حقل ظهر ده تم اكتشافه، فالرئيس القبرصي اتصل بي عشان يبارك لي، يعني مش كده؟ طيب انتوا عارفين انا شكرته على التهنئه ورديت عليه، قلت له ايه؟ قلت له يا فخامه الرئيس، لو حدود الحقل تدخل في نطاق مياهك الاقتصاديه، نصيبك من الحقل هتاخده. مين اللي بيقول؟ انا اللي بقول له. هو الراجل ماليش حاجه، ما فيش حاجه، يعني خلي بالكم ما فيش حاجه بيننا وبين القبارصه يعني، لكن انا بشرح لكم الدول بتساق علاقتها ازاي. حد تاني يقول لك ايه؟ لا حياتنا ونخش في ازمه وبتاع. ليه؟ اذا كنت انت بتحب الحق صحيح، لما تيجي تتعامل مع الناس في حقوقها اعطيها حقها كده. فانا بقول لكم على موضوع تاني خالص بعيد عن الموضوع بتاع الجزيرتين، وانا بيهمني على الحقل ده. قلت له فخامة الرئيس بشكرك، ولو في حق لقبرص في مياهها بالمشاركه في هذا الحقل، احنا لان الحقل امتداده بيبقى ساعات ممكن يخش في حدود مياه اقتصاديه لدول اخرى. فانا قلت كلام كتير في الموضوع دوت، وخلينا احسنه او انهيه، يعني من فضلكم ارجو ان الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. ارجو ان احنا ما نتكلمش فيه تاني. انتم بتسيئوا لنفسكم، وفي برلمان انتم اخترتوه هيناقش الموضوع، يشكل لجنه واثنين ودي كل اللي هو عايزه، ارجو ان احنا نتوقف، لان مش معقول يبقى احنا متشككين في نفسنا ومتشككين في اجهزتنا ومتشككين في البرلمان بتاعنا، متشككين في النقابات، متشككين في كله. ما ينفعش كده. في برلمان
هذا البرلمان هيناقش هذه الاتفاقية، يمررها أو لا يمررها، يشكل لجان زي ما هو عايز عشان يطمئن، وباطمئنانه تطمئنوا. لازم يبقى في فاصل بين ممارستنا وأدائنا وبين ممارسات وأداء الدولة ما أمكن خلال هذه المرحلة. هتكلم على نقطة تانية خاصة بمقتل الشاب الإيطالي. في البداية اسمحوا لي إن احنا نعزي أسرة الشاب مرة تانية في وفاة ابنها، وكمان أفكر نفسي وأفكر أجهزة الدولة بأن احنا لنا ابن شاب مصري اسمه عادل مفقود هناك بقاله من نوفمبر الماضي. طيب، بمنتهى البساطة في الموضوع ده أنا عايز أقول لكم، بمجرد ما تم الإعلان عن مقتل هذا الشاب، في ناس مننا قالت إن اللي عمل كده الأجهزة الأمنية المصرية، بمنتهى الوضوح كده، قالوا إحنا اللي قتلناه. وشبكات التواصل في ناس كتير اتكلمت في كده، وكتير مننا من الإعلاميين من غير ما يقصدوا تناول الأخبار. لكن في النهاية اللي بيتابع ما يحدث في مصر ومهتم بهذا الشأن قال لك ده انت اللي بتقول. أنا مش مصدقك. قلنا لهم تعالوا، وما زلنا بنقول تاني تعالوا خليكم معانا، احنا بنتعامل مع الموضوع بمنتهى الشفافية. خلي عناصر التحية تبقى موجودة من عندكم، تبقى موجودة معانا، مشاركة لكل الجهود اللي بتتم. اللي بيقوم بالموضوع ده مش وزارة الداخلية بس، لا، ده النائب العام، يعني قضاء مصر برضو مش مصدقين. احنا اللي بقول لكم تاني، احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. واللي عايز يشوف الكلام اللي بقول عليه ده من الاعلاميين، هاتوا كل ما صدر وتم تناوله لغايه دلوقتي في كل صحافنا، مش بس في جورنال واحد، لا، في كل الصحف بتاعتنا، وشوفوا الحجم ده، حطه جنب بعض كده هتلاقيه يخوفك، هتلاقيه بيخوفك، يقول لك لا هم فعلا هم عارفين بلدهم وهم قالوا كده. طب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه انا قلت لكم في مننا جوانا ناس شر قاعده تشتغل الشغل ده، فما تفصلوش الحكايه عن بعضها البعض. نعلن مشروع يروحوا داخلين طخ 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 مشككين فيه، نعلن قرار داخلين طخ طخ مشككين فيه، نعلن قضيه زي كده داخلين على طول متهمين الدوله فيها. هو ده اللي بيحصل. وبعدين احنا، وانا بقول للاعلاميين، انا اتفقت معكم من اول يوم ان انتم طرف في المعادله لحفظ مصر وحفاظ على وعيها، وانتم مسؤولين، انتم مسؤولين عن ده. اوعوا يكون مصادركم شبكات التواصل الاجتماعي. اقول تاني، اوعوا تكون مصادركم في الكلام عايزين تطلعوا تتكلموا عن في القناه بتاعتكم شبكات التواصل بس. شبكات التواصل مؤشر ممكن تاخد منه، لكن هي مش كل حاجه، ده خطير جدا. ده انا النهارده هقدر اعمل حكايه جوه مصر بكتيبه او كتيبتين من التواصل الاجتماعي دول، تاخدوا انتوا منهم وتبقى الدايره مقفوله. هقول تاني للاعلاميين، الدايره مقفوله، تروح داخل على الشبكات جايب لك المنتج مش المنتج، المعد بتاع البرنامج جايب لك الحكايه السايده على الشبكات ايه، تاخدها انت وتتكلم فيها، وتبقى انت الدايره بتمر كده بتلف. فين انت دراساتك؟ فين ابحاثك؟ فين جهدك؟ عشان فين توجهك؟ انا ما حدش يقدر يحاسبك على توجهك ابدا، ما حدش يقدر يحاسب حد على توجهه ابدا صراحه، لان دي ولا افكارك، دي حريه حقيقيه. اذا كان حريه الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى ربنا اعطاها للبشر، فانت ليك حريتك انك تفكر، بس وانت بتفكر ما تاذينيش، بس مش تاذيني انا، ما تاذيش بلدك.
فطبعا هذه القضية بالذات احنا بنوليها اهتمام كبير. ليه؟ لأن الإيطاليين بيننا وبينهم علاقات متميزة جدا، لأن القيادة الإيطالية خلي بالكم هي دي القيادة اللي من أول يوم بعد 30/6 وقفت بجانب مصر، وقفوا بجانب مصر. يعني أنا عايز هقولها كفقرة بالمناسبة. أنا لما بقرأ فقرة لكم ببقى الهدف منها إن أنا يعني أكد على اللي فيها مش بس بالشرح. يجب أن ننتبه إلى أن الأكاذيب والإدعاءات من أشخاص بيننا ومنا نحن المصريين، ثم قمنا نحن من خلال تداولنا لهذه الادعاءات والأكاذيب. ببساطة نحن من صنعنا ذلك بأنفسنا، احنا اللي عملنا المشكلة لمصر، احنا اللي صنعنا مشكلة مقتل الشاب الإيطالي لمصر. احنا هنتكلم على الموضوع الثاني، ملف الحريات وحقوق الإنسان. وأنا عايز أقول لكم ده كلام مش للاستهلاك المحلي زي ما بيقولوا، بس أنا عايز أقول لكم على حاجة. لما أنا بتكلم مع ناس كتير بتيجي تتكلم معايا في حقوق الإنسان، فبقول له طب ضيف لحقوق الإنسان وطوره. حق الإنسان في تعليم جيد، حق الإنسان في علاج جيد، حق الإنسان في مسكن جيد، حق الإنسان في عمل جيد. أول حاجة بقى أخيرة، حق الإنسان في وعي حقيقي. ما تغيبنيش، ما تتوهنيش، ما تغيبنيش، خليني واعي وفاهم. أقول لهم ضمن الحريات. لما أنت تيجي تفتكر إن تقول إن القضية في قضية مصر هي قضية حرية تعبير، لا، قضية مصر أكبر من كده بكتير، مع كفالة حرية التعبير لكل الناس. عايزين تصدقوا الكلام ده؟ هاتوا الجرايد بتاعت النهارده وبتاعت امبارح بتاعت السنة اللي فاتت وشوفوا، حطوها جنب بعض كده وشوفوا الكلام اللي بيتقال، هل كله على هوانا يعني؟ ونفس الكلام في التلفزيون وفي الراديو وفي أي وسائل تانية. مكفول ده ولا مش مكفول؟ بس هي القضية قضية تقدم مصر، هي تقدم، هي الحرية التعبير ولا العمل؟ والعمل لا، تقدم مصر مش بالحرية التعبير بس، ده بالعمل والإخلاص في العمل والتفاني فيه. احنا بلد فيها 90 مليون، فخلي بالكم. فاحنا بنضع أساس لدولة ديمقراطية حديثة، دولة ديمقراطية حديثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. بس احنا في خطوة من مشوار طويل هياخد وقت عقبال ما نخلصه. احنا المصريين عقبال ما نخلصه. انا هتكلم برضو على نقطة في منتهى الأهمية، هي دايما بتبقى محل نقاش مع كل من ألتقي بيهم، وهي حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية ومدى تغول السلطة في هذا الموضوع. وبقول لكم بنحاول عشان نبقى صادقين نعمل توازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان. على مستوى الفرد لما تيجي تتناول المسألة دي ممكن يبقى فيها كلام كتير، لكن على مستوى الدولة اللي فيها 90 مليون وفي أهل شر موجودين في وسطنا، لا. اوعى تفتكروا ان الاستقرار والامن ده بيجي لا في جهد بيتعمل
وفي ناس بيتم القبض عليه. انا ما بخبيش حاجه. اللي هيعيش وسطينا بامان وسلام مصر كلها هتشيله على دماغها. واللي عايز يرفع السلاح ضدنا وضد مصر لا مش هنسيبه. ولازم تكونوا عارفين ان احنا انتم امنتوني على البلد دي، والامانه دي انا هسأل عليها بقسم انا اقسمته، وكمان يوم القيامه قدام ربنا. يعني كل بني ادم فيك يا مصر انا هتحاسب عليه. يعني انت عارف انت بتعمل ايه؟ بحاول اعرف. بتحاول؟ طبعا بحاول. الله عارف، بس بحاول اعرف يعني ايه. يعني ما اقدرش اقول الكمال متاح، ما اقدرش اقول كده. انتم لازم تكونوا فاهمين ان القضيه كبيره. القضيه اللي اتثبت 40 سنه لناس تخش جوه المجتمع تعبث بقيمه وبمبادئه وبنسيجه عشان وتاخده في اتجاه تاني خالص. شوفوا انتوا امنتوني على بلدكم وعلى ناسكم، وانا بحاول ان انا احافظ على هذه الامانه. احنا في دور للمجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، واحنا بنحاول نعزز هذا الدور. وانا قلت لكم ان احنا خلال الشهور اللي فاتت 4 دفعات، الكلام ده قلته في لقاء سابق، 4 دفعات من الشباب ومستعدين مرة تانية وثالثة ورابعة نراجع المواقف ونراجع القوائم ونراجع السجون ونطلق كل من هو سراح، كل من هو بريء. مفيش كلام. أنا بس عايز أقول لكم إن بعد مرور تقريبا 22 شهر يا ترى الدولة المصرية بتسير في أي اتجاه؟ أنا بقول 22 شهر مش 22 شهر. إحنا فين؟ كل مؤسسات الدولة اللي هو الدولة المصرية ما كانش فيها رئيس، ما كانش فيها برلمان، ما كانش فيها دستور او تعديلات الدستور. ده تم انجازه بشكل على الاقل يرضي طموحات المصريين في المرحله اللي احنا موجودين فيها. مؤسسات الدوله تم بنائها. يا ترى الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب ماشي بشكل جيد ولا لا؟ انتوا شايفين ان احنا كل يوم بنتحسن عن اليوم اللي قبله. حتى في سينا انتم افتكروا كويس، كان عدد العناصر الارهابيه اللي موجوده في سينا من 5 سنين قد ايه، وشكلها عمل ازاي، وتسليحها قد ايه، ودلوقتي بقوا ازاي. لسه الامر ما حسمش نهائيا، دي معركه ما بتخلصش بسرعه، لكن حصل انجاز شديد جدا. ومحتاجين دايما نقف ورا الجيش والشرطه في الحرب دي. واحنا بنتكلم دلوقتي مع بعض، في ناس عايشه هناك مع الموت، عايشه مع الموت وراضيه بيه وفرحانه بيه عشان خاطر مصر. كل يوم بيسقط شهداء لاجل خاطر بلدنا، لاجل خاطر ان سينا تبقى دي ارض مصريه خالصه. فده تحقق بشكل كبير طبعا. وانا باكد لكم ده تماما. هل احنا يعني خلصنا كل الازمات المزمنه اللي كانت موجوده؟ تعالوا نراجع بالراحه كده.
احنا كان عندنا ازمه كهرباء كبيره جدا، خلصت. طيب كان عندنا ازمه غاز وبوتاجاز كل شتاء تجيلنا، خلصت. طيب كان عندنا قصور في البنيه الاساسيه لدوله عايزه تجذب استثمار حقيقي، قصور في البنيه الاساسيه لدوله عايزه تقول ان احنا في موقع جغرافي فريد لابد ان هو يتم استغلاله بشكل جيد او الاستفاده منه بشكل جيد. هل البنيه الاساسيه اللي اتعملت دي اتحقق ده؟ ايوه. في كل المناحي او في كل الاتجاهات، ايوه. بنتكلم على طرق، كباري، مواني، بنتكلم على مطارات، بنتكلم على انفاق، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده شغال ولسه ان شاء الله في 25/4 اللي جاي ده هيبقى لينا، مش كده؟ ان شاء الله مجموعه من المشاريع اللي بيتم افتتاحها. ويا ريت ان احنا ساعتها بس وانتوا تخلوا بالكم، ارجو ان احنا ما نقولش سجاده حمراء يعني ولا حاجه، يبقى يعني صحيح يعني ارجو ان انتوا تلقوا الضوء على اللي انتوا هتشوفوه وتقدموه للناس، لان دي حاجتهم، دي بلدهم. انا هتكلم برضو على الظروف الصعبه اللي بتمر بها مصر، الظروف الاقتصاديه. هو الحقيقه هم حاولوا عشان بس نجمع العدد ده كله ان احنا اللي موجودين. اتفضل 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 اتفضل. في الظروف الصعبه اللي احنا، الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بمصر، احنا بننطلق في كل الاتجاهات. عينينا على الانسان المصري البسيط اللي هو ظروفه صعبه، عينينا عليه كويس قوي. والتوجيه انا بقوله بكرره تاني قدامكم، لن يحدث تصعيد في الاسعار للسلع الاساسيه ومطالب الناس مهما حصل. ومش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار. انت الجيش مسؤول والدوله مسؤوله معايا. ماشي يا فندم؟ وعد ان شاء الله، وعد ان شاء الله. احنا لو نقدر طبعا ده وعد ان احنا نحافظ على الاسعار دي، خاصه كمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. خليني اكلمكم برضو عن المشاريع القوميه اللي احنا اطلقناها وشغالين فيها. احنا ما زلنا دلوقتي خلصنا شركه تاسيس شركه الريف المصري اللي خاصه ب1.5 فدان عشان تطرح لناس، وخدنا وقت طويل في تاسيسها وتجهيزها، لكن ده يعني اطار القوانين والاجراءات هي بتحدده. لكن احنا خلصنا هذا المشروع. احنا شغالين دلوقتي في تطوير محور قناة السويس الاقتصادي، ولازم تكونوا عارفين كل الاتفاقيات اللي انتم شايفينها، وهتجدوا خلال الايام القليلة القادمة في وفد برئاسة الرئيس الفرنسي جاي ومعاه رجال الاعمال الفرنسيين للاستثمار في مصر. وانا بكلمكم دلوقتي المفروض ان يكون في وفد من 122 شركه المانيه جاي للاستثمار في مصر. لازم تكونوا عارفين ان مش ممكن الناس دي تيجي هنا غير لما يتوفر حاجتين: امن واستقرار، مفيش كلام، ثم بنيه اساسيه متطوره للناس اللي عايزه تيجي تشتغل دي ما تلاقيش مشكله في موضوع في مطالبها من البنيه الاساسيه. ده تحقق مش في 10 سنين، في سنتين الا شهرين، بيكوا يا مصريين مش بحد تاني. فافرحوا بنفسكم. مش في احنا خلال شهور هنفتتح
يمكن تقريبا اكبر مزرعه سمكيه في كفر الشيخ، مش كده؟ في كفر الشيخ، ثم بعدها كمان بشهرين ثلاثه، يعني كمان 8 شهور هنفتتح اكبر مزرعه سمكيه في شرق بورسعيد. المدن الجديده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بنتكلم على 5 مدن. بنتكلم على شرق بورسعيد، بنتكلم على الاسماعيليه الجديده، بنتكلم على السويس الجديده، بنتكلم على العلمين، بنتكلم على لا العاصمه الاداريه الجديده. ما بورسعيد وشرق بورسعيد ده قصه كبيره. الصعيد خلي بالك، انا لسه هكمل كلامي بس ما تستعجلوش. احنا بنعمل للصعيد، احنا عملنا على الاول موضوع التقسيم الاداري لمصر كلها بما فيه الصعيد، عشان يتيح للصعيد ظهير صحراوي ويتيح للصعيد منفذ على البحر. ادي واحد. نمرة 2، كل المشاريع اللي خاصة بالزراعة تقريبا الجزء الأكبر منها بيقع في الصعيد. رقم 3، الإسكان الاجتماعي اللي احنا مخططينه لكل المحافظات، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، كلها بتهدف إلى إنشاء كيانات سكانية محترمة في الظهير الصحراوي. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم حاجة، لما بنيجي نعمل موضوع ما بنعملوش موضوع كده، بنعمل له حياة متكاملة عشان الناس تروح تعيش صحيح. ادي واحد. الحاجة رقم 2، مشروع الصرف الصحي اللي احنا بنقول في خلال السنتين اللي جايين هنكون خلصنا 50% من قرى وريف مصر ان شاء الله. طبعا 50% من قرى وريف مصر هنكون خلصناهم صرف صحي. بالإضافة لكده المناطق الصناعية، اعطينا أولوية للمناطق الصناعية للصعيد عشان ندي فرصة للمستثمرين اللي عايزين يستفيدوا بالعمالة وفرص العمل اللي ممكن تبقى يوفروها بسعر مناسب للناس. المناطق الصناعية هتبقى في الصعيد. خططنا لأكثر من منطقة. اللي أنا بكلمكم عليه ده تم إنجازه كتخطيط وجاري تنفيذه، مش إن إحنا بنعلن على حاجة هنعملها. هكلمكم عن سينا باختصار شديد عشان برضو دي أرض مصر الغالية علينا كلنا. وزي ما أنا اتكلمت مرة قبل كده في مداخلة على أحد القنوات، والناس كتير استغربت ليه أنا قلت كده ساعتها. كنت الهدف بس منها إن أنا يعني أطمن الناس إن في شغل كويس قوي، شغل كويس بيتعمل مش هيتعمل في سينا. وبدأت بيه من أول شرق القناة بالأنفاق اللي بتتعمل، ثم بنتكلم على المدن ال3 اللي هم تقريبا على الضفة الشرقية بشكل أو بآخر، يعني تبعد كيلومترات قليلة عن الضفة الشرقية. ثم اتكلمنا عن صحارات المية اللي هتصل حجم الماء اللي هيخش. مية كنا يعني احنا كنا بنتخلص منها بنرميها في بحيرات، فاحنا قلنا لا، احنا نعمل محطات معالجة لها وتدخل يتزرع بيها أرض لأهلنا في سينا، معالجة محترمة ثلاثية طبقا للمعايير الدولية. نتكلم على كده، نتكلم فيه على الأقل 10 مصانع رخام على آخر السنة هيكونوا بيشتغلوا في سينا. 10 مصانع رخام، واحنا بنتكلم على كده. وانا ما كنتش بتكلم كتير بتفاصيل كتير لأسباب أمنية كتيرة، لكن يعني اعرفوا في كمان تطوير لمصانع تانية. انا اتكلمت على المزارع السمكية
واتكلمنا على المدن، واتكلمنا على الجامعات اللي هتتعمل هناك، واتكلمنا على التجمعات السكنية اللي هتتعمل. التجمع السكني اللي بنتكلم عليه هو عبارة عن تجمع بدوي يتناسب مع طبيعة أهلنا في سيناء، ثم معاه رقعة أرض تكفي لهذا التجمع، ومعمولة الآبار اللي تساعد، الآبار المياه اللي تساعد في حياة وزراعة هذا التجمع. ده اللي ممكن أقوله لكم باختصار شديد عن سيناء، ثم حاجات أخرى كثيرة. هكلمكم باختصار برضو على السياسة الخارجية، وزي ما قلت في الأول إن احنا بنمارس سياسة خارجية بتتسم بالاعتدال والتوازن وبناء علاقات مع كل الدول. وأنا متصور إن أنتم متابعين كويس قوي إن احنا نجحنا بشكل كبير في هذا الموضوع. واضح جدا في علاقتنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ومع أشقائنا في أفريقيا احنا علاقتنا الخارجية عاملة ازاي. بالإضافة لكده يعني الحالة اللي كانت موجودة في 30 يونيو في مصر انتهت تماما. بقت مصر بتمارس سياسة وليها علاقاتها الطبيعية مع كل دول العالم. في المحافل الدولية احنا موجودين في عضوية مجلس الأمن اللي هو العضوية الغير الدائمة، في الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن والسلم، مش كده؟ ولسه بنعمل وبنطور وبنحسن علاقتنا، فماشيين في علاقتنا الخارجية بشكل جيد جدا. وحتى الناس اللي بتعادينا احنا ما ردناش الإساءة بالإساءة، وانتبهوا للكلمة دي كويس. بالمناسبة بقول لكم دايما ومن فضلكم، أنا كل ما يبقى في ضغط وإساءة عليا أو علينا أنا بقول إن رد الفعل بتاعها مش إساءة، عمل. كل ما تأذيني أكتر كل ما اشتغل أكتر، كل ما تضغط عليا أكتر كل ما اشتغل أكتر، كل ما تسعى إنك تكسرني أكتر كل ما ينصني بعودي أكتر. مش أنا طبعا عارف إن أنا قاعد مع مجموعة من فئات المجتمع المختلفة، ومن فضلكم أنا حرصت إن أنا في اللقاء ده إن أنا أتواصل معاكم وأتكلم معاكم بمنتهى الوضوح والشفافية، وأنتم لكم دور زي ما قلت كده. النقابات ليها دور، كل النقابات، بس من فضلكم خلوا الدور ما يبقاش يعني ليه بعد سياسي. يعني اشتغلوا المؤسسات اللي هي معنية بالعمل، بلاش نشتغل ببعد سياسي. خلوه اخدموا المواطنين واخدموا أعضاء نقاباتكم على سبيل المثال. أي ما كانت النقابة بقى، للريف، للفلاحين، للعمال، لأي حاجة، اخدموا هذه، ما تحولوهاش لأدوات أو يعني مراكز لأعمال سياسية. مش هينفع، هنفضل كده في مكاننا. آخر نقطة أنا قلت عام الشباب 2016، وإحنا حريصين على أن السنة دي تبقى 2016. ولما كلمت مع وزير الشباب بقول له أنا مش يعني اللي إحنا عملناه مش كتير للشباب حتى الآن، بس أنا عايز أقول لكم، أنا كنت بقول الكلام ده تحفيزا، وخليني أقول لكم شوفوا البرلمان فيه قد إيه من الشباب، بس إحنا ما جبناهوش، ده المصريين اللي جابوه، مش كده؟ عدد ضخم جدا، يعني تقريبا التلت. يعني في قد إيه من السيدات؟ 89 منها، عدد مش موجود في برلمانات كتيرة في العالم. أنا بقول لكم كده عشان دي حاجات أبص الناس يهاجموا البرلمان لا، البرلمان ده بتاعكم انتوا، بتاع مصر، مش بتاع حد تاني. ولما تحب تقول كده عليه أنت بتسيء لينا كلنا. ده بتاع مصر مش بتاع حد. مصلحة مصر هي اللي هم
اهل مصر انتخبوه. انا بس عايز اقول كده عباره عن احنا طبعا عملنا بالاضافه لاطلاق 2016 عام الشباب، كمان احنا النهارده في دوره شغاله وهتشتغل خلال الشهور اللي جايه، الدورات بالتتابع كده، في دوره اعداد القاده دي شغاله دلوقتي، وانا رحت التقيت بيهم وقعدت معاهم من حوالي 3 أسابيع كده لمده ساعتين، اسمع منهم واطمن عليهم واطمنهم. احنا البنك المعرفه اللي تم اطلاقه لكل المصريين ومتحركين ولسه. انا بس في موضوع بقى بطلبه من كل شباب مصر، احنا عانينا كثيرا من محليات مصر، وبقول لكم يا شباب مصر، اذا كنتوا عايزين تجابهوا الفساد بشكل حاسم، لو سمحتوا خلوا الامناء والشرفاء والمخلصين والعالمين يتصدوا هذه الانتخابات. احنا بنتكلم في عدد ضخم جدا على مستوى مصر بالكامل. هقول تاني، مهم جدا ان انتوا تبقوا تستعدوا كويس جدا لهذه الانتخابات، انتخابات المحليات عايزين ندخل فيها افضل ما لدينا عشان نقدر نعالج كتير من السلبيات اللي موجوده عندنا. انا اطلت عليكم وسعيد بلقائكم. لو سمحت انا عايز اقول للمصريين كلمه واحده في النهايه، انا لم اخذلكم ولم اتخلى عنكم، ولم أشك لحظة في إخلاصكم يا مصريين. من فضلكم عاملوني بالمثل وعاملوا الدولة بالمثل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.